السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في محاضرة جديدة أو في حلقة جديدة من سلسلة خواطر بعنوان خلق الموت والحياة. يا جماعة، كلنا بنسمع عن الآية الكريمة اللي بتقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية دي مش مجرد آية، الآية دي مش مجرد آية في المصحف أو في القرآن الكريم، لا دي دستور حياة كامل. احنا دايما بنفكر في الموت ان هو نهاية، وان الحياة هي البداية. لا، ربنا سبحانه وتعالى جمعهم مع بعض، كأنه بيقول لنا ان الاتنين بيكملوا بعض. الموت مش نهاية القصة، الموت هو بداية الحكاية الحقيقية. طيب، الموت مش فناء، ده نظام إلهي ربنا سبحانه وتعالى حطه. لما ربنا قال خلق الموت، ده معناه إيه؟ إن الموت ده حاجة اتخلقت عشان ليها هدف معين وحكمة معينة، مش مجرد إن حاجة بتفني وخلاص. الموت من ضمن يعني حكمة الله عز وجل فيه إن الموت بيجيب العدل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الدنيا ممكن تشوف واحد ظالم بيتجبر، والمظلوم ضايع حقه، بس الموت لما بيجي عشان يوقف الظلم ده بتاع الظالم، يوقف الظلم ده كله، هو اللي بيحط خط النهاية للظالم أو للطاغية، هو اللي بيفتح باب الحساب، ستوب هنا لكل واحد اتظلم. مثال صغير، كان في زمان ناس بتتسلط على ناس تانية، والناس دي بتقول مفيش نهاية للموضوع ده. ناخد مثال صغير، فرعون تجبر في الأرض وكان طاغية، وقال والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى، وآذى بني إسرائيل وسيدنا موسى وسيدنا هارون. في الآخر إيه؟ غرق، مات. كانت نهاية الظلم، وهكذا. فالموت من ضمن فوائده إنه بيجيب العدل، يوقف الظلم. طيب، من أحكام الموت برضو إنه بيفتح باب فرص لأجيال جديدة. يعني لو مفيش موت، تخيل مثلا لو مفيش موت، كانت الدنيا هتبقى ازاي شكلها ازاي؟ تبقى مثلا عامله زي الاوضه المليانه عفش قديم ومفيهاش مكان لاي حاجه جديده. الموت بيخلي الافكار، بيخلي الاجيال تسلم بعضها. الموت بيجي بيخلي جيل بيموت جيل عشان جيل تاني يجي مكانه بأفكار جديدة بطموحات جديدة. يعني مثال، كل الاختراعات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، من موبايل لكمبيوتر لصواريخ في الفضاء، ده بيبقى نتيجة تراكم خبرات أجيال سابقة ماتت وسابوا لنا ورث احنا بنكمل فيه. الموت بيضمن ان عجلة التقدم في الحياة ما بتقفش. طيب، الحياة هي سباق، مش نزهة انا مش جاي اتفسح فيها. يعني انا مش جاي اتفسح في الحياة دي، لا. الموت ربنا سبحانه وتعالى لما قال خلق الموت والحياة، هو ذكر المعيار الأقوى اللي على أساسه بتقوم الحياة.
يعني لو واحد متذكر الموت دايما في حياته هتنضبط أعماله طبقا لما قال الله وقال الرسول. هيبقى إيه؟ أخلاقه حسنة، أعماله حسنة، أقواله حسنة، وهكذا. لكن لو واحد مش حاطط الموت في دماغه أصلا هيعمل اللي هو عاوزه، هيضيع. فربنا سبحانه وتعالى جعل كلمة الموت أولا عشان كده. الموت بيخلي الحياة قيمة. يعني انت تخيل كده، لو انت معاك فلوس كتير او ما بتخلصش، هل هتحس بقيمتها؟ ليه؟ عشان الفلوس. عشان الفلوس ليها قيمة. عشان يكون للفلوس قيمة في حياتنا لازم تكون محدودة. عشان كده كذلك حياتنا عشان ليها قيمة لازم تكون ليها نهاية. فكرة ان عمرنا محدود هي اللي بتخلينا نحس بقيمة كل يوم وكل ساعة ايه بنقضيها في الحياة دي. يعني تخيل كده مثلا، والعياذ بالله، ربنا طبيب قال لإنسان انت هتموت بعد ايه 5-6 شهور. الراجل ده هيحصل ايه منه؟ هيبدأ ايه؟ يرجع لربنا ويصلي ويعمل اعمال صالحة لان كل وقت عنده خلاص اصبح ليه قيمة. كل دقيقة ليها قيمة. يقول لك انا عاوز اقابل ربنا بقلب سليم باعمال صالحة. طب ايه كمان؟ الموت بيحدد اولوياتك. يعني ايه؟ لما تعرف ان الوقت بيجري بتبطل تضيع وقت في خناقات وجدال ملوش لازمة او في اي تفاهات. بتبدأ تركز على الحاجات الكبيرة اللي تنفعك في الآخرة. تبدأ تركز على عيلتك، على أسرتك، تعمل كويس. تركز على أهدافك، تركز على علاقتك بربنا. كل الكلام ده. يعني مثلا لما تلاقي نفسك متعصب على حاجة بسيطة بتفكر كده، هل الحاجة دي تستاهل؟ الحاجة دي تستاهل؟ أنا بضيع وقت فيها على الفاضي. طب هل ليها قيمة في النهاية؟ بالعكس، دي هيبقى فيها بلاوي في النهاية. فالموت بيخليك ترجع للحياة وتفكر أنا عايز أعيش الأيام اللي فاضلة هي إزاي، وبتسأل نفسك طب إزاي بقى بنعيش في ظل المعادلة دي؟ الخوف من الموت مش هو الحل. الحل إن إحنا نعيش بشكل مختلف، بشكل أفضل. يعني أول حاجة مثلا لازم أعمل الخير. أعمل الخير وأنا عايش، عشان ده اللي هيفضل إيه معايا بعد كده. فلما أتصدق، لما أساعد محتاج، لما أعلم حد حاجة، كل ده بيتحسب لك في ميزانك، بيتحسب لك في حسناتك، بيتحسب لك في آخرتك. طيب إيه كمان؟ بركز على حاجة اسمها الإرث. يعني إيه الإرث؟ الأهم من إن أنا أعيش سنين كتير قوي هو إن أنا أسيب أثر في ولادي، أثر في إنك مثلا تكون أب كويس، إنك تساعد الناس، إن أسيب فكرة كويسة. ده الأثر اللي بيخليك عايش حتى بعد ما تموت. فدايما كنت أسمع دايما الناس الكبيرة تقول إيه؟ سيرة الإنسان أطول من عمره. ودي حقيقة فعلا، دي حقيقة فعلا. لما تلاقي بني آدم كويس بتلاقي دايما سبحان الله حتى بعد موته يفضل يقول لك الإنسان ده كان مثلا كريم، ده كان كويس، ده كان بيساعد، ده. وعندنا أمثلة في المجتمع كتير زي كده.
طب تالت حاجة ايه؟ ان انت بتعيش في سلام. لما تعرف ان حياتك قصيرة، مش هيكون عندك وقت بقى ان انت تحقد، تغل، تكره. هتقدر تسامح بسهولة، هتقدر كل لحظة حلوة في حياتك تستغلها. في النهاية يا جماعة، ها بعد ما فهمنا ان الموت مش نهاية، لكنه حافز بيدي للحياة قيمة. كلنا بنخاف من الموت، لكن لازم نعمله، لازم نشتغل على ان هيجي وقت وهنموت وهنتحاسب. يجي السؤال المهم، هنعمل ايه بقى بالفهم ده اللي احنا سمعناه؟ الإجابة هنلاقيها في كتاب ربنا، اللي ما أمرناش بس إن احنا نسرع في الخير، لكن أمرنا إن احنا نتسابق. ربنا في الأول أمرنا بالمصارعة، قال لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى، وده معناه ان احنا لازم نسرع في الاستغفار والتوبة ونعمل الخير من غير ما نتردد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى رفعنا لمرحلة أعلى بكتير، وهي مرحلة المسابقة، وقال إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمين يا رب؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالعملية ما بقتش الموضوع مجرد سرعة منك لوحدك، لا، ده بقى سباق شريف، منافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكأن ربنا بيقول لك ايه؟ تسابقوا مع بعض في الخير عشان تكونوا أول الناس تفوزوا بمغفرتي ورحمتي وجنتي. فخلي حياتك دايما كلها مصارعة في الخير، مسابقة في الطاعات. افتكر دايما ان خط الحياة له نهاية. دي اللي احنا فيها مش حياة أبدية، مش هنعيش ليوم الدين، لا، احنا كل واحد وليه عمر، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحياة اللي احنا فيها دي فرصة، ما تشغلش نفسك بالتفاهات، اشغل نفسك بالطاعات. ابعد عن أي شيء، أي مشاكل، ابعد عن أي حاجة. مش معنى ذلك ان انا بقول لك تبقى سلبي، بالعكس، ده ربنا امرنا ان احنا نتفاعل في المجتمع، نشتغل كويس، نربي اولادنا كويس، نعلم اولادنا كويس، ونعلم نفسينا ونهتم بنفسينا، كل الحاجات دي. بس كل الحاجات دي في ظل ايه؟ طاعة الله. وفي الاخر اقول لكم يا رب تكونوا استفدتم، او اسال الله ان انتوا تكونوا استفدتم، وان دي تكون فرصة جديدة لينا جميعا، ليا وليكم وللناس أجمعين، لبداية جديدة مع ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.